اللي هي صنعاء، والآن نحن في منفذ أبو سلوى. احكي لنا عن تفاصيل الرحلة، متى تحركتم والصعوبات التي واجهتموها إلى أن وصلتم إلى هنا. طبعا ما نخفيكم على العلم أني كانت رحلة جميلة جدا جدا، بالرغم أن في كانت صعاب وفي الحر والأشياء هذه اللي واجهتنا. الرحلة انطلقت في تاريخ 10/10 من عاصمة صنعاء، واستمرت إلى تاريخ اليوم اللي هو يوم الجمعة بتاريخ 18 نوفمبر، حيث أن احنا قطعنا مسافات إلى مارب، ومن مارب تحركنا عبر العبر ومنفذ الوديعة وشرورة ونجران والسليل إلى الأهفوف، ومنها إلى المنفذ القطري. طيب أنت طبعا قطعت بطاقة هيئة ووصلت الآن إلى المنفذ القطري. تقريبا قبل ساعة من الآن نشرت فيديو قلت أنك في المنفذ السعودي. الإجراءات، كيف كانت الإجراءات هنا؟ والله الإجراءات في المنفذ السعودي كانت جميلة، فقط توقف 5 دقائق للإجراءات، وما قصروا معنا المنفذ السعودي وتحركنا على أكمل وجه. ووصولكم المنفذ القطري؟ ومنفذ القطري رحبوا بنا على أحسن ما يمكن، وجميل جدا جدا، كان ترحيب. طيب أنت تشجع أي منتخب؟ طبعا هذا هدف رحلتنا، اللي هو دعم المنتخبات العربية ومؤازرتها المشاركة، والتي هي السعودية وقطر وتونس إن شاء الله. رسالة توجهها أنت الآن على الجزيرة مباشر. والله نوجه رسالتنا إلى جميع المنتخبات العربية، إن إحنا لجانبكم، وإن إحنا الدول العربية كامل دولة عربية واحدة، وأن هدفنا لتوحيد الدول العربية بعنوان عالم واحد وطن واحد. شكرا جزيلا عمر. عمرو أصغر مغامر، احكي لنا كيف كانت رحلتك؟ والله كانت الرحلة جميلة، حصلنا بعض الصعوبات في الطريق لكن الحمد لله. كم عمرك الآن؟ عمري 12 سنة. طيب ما تعبت؟ ما إيش الإحساس؟ والله قعدت لي إصابة في ركبتي والآن كويس. سقطت ولا إيش؟ لا، ركبتي كانت معورة من قبل، وذا الحين وذا الحين ركبتي الآن ما أنت لهش. تمارس الرياضة في السابق؟ أيوة، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو. لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو أيضا. نعم، عمار. الاثنين لاعبين المنتخب ونفس الحزام، 2 دان. طيب أنتم يعني رأيتم قطر من قبل عبر الشاشات عبر كذا، ماذا تتوقعون عندما تصلوا؟ والله مسبقا قبل الوصول كنا ما عاملين أي حساب، وكان في الحسبان أنه ما بيكون في ترحيب ولا بيكون لنا اهتمام، ولكن عندما وصلنا وقربنا صار فيه اهتمام، وإن شاء الله حيكون في استقبال كبير بإذن الله في الدوحة، ونتمنى من الجميع أن يكون متواجد. شكرا لكم. إن شاء الله تلقون ما تمنيتم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما رأينا وصل الدراجان اليمنيان